خليني أسألك سؤال بسيط. كم مرة وعدت نفسك إنك مش هترجع للذنب الفلاني؟ كم مرة بكيت وتبت واستغفرت وقلت خلاص دي آخر مرة وبعدين رجعت؟ وقتها سألت نفسك هو أنا منافق ولا أنا ضعيف ولا إيه اللي بيحصل جوايا بالظبط؟ الحقيقة إن الرجوع للذنب مش معناه إنك وحش، لكن معناه إن في حاجة مهمة بتحصل جواك، وفي دايرة كاملة اسمها ميكانيكية الذنب. لو فهمتها هتطلع منها وهتتغير وهتهزم الذنب بإذن الله. النهاردة هنفتح باب يمكن ينقذ حد بيسمعني دلوقتي. أكتر ناس بيعانوا مش لأنهم بيغلطوا، لأ، لأنهم فاكرين إنهم لو رجعوا تاني يبقوا وحشين، وده غلط كبير. الإنسان بيرجع للذنب مش لأنه فاسد، ولكن لأن الذنب عمل مسار جوه دماغه، عمل عادة جوه نفسه، عمل ارتباط في مشاعره. زي واحد بيتوتر فبيرجع لعادته، زي واحد بيزهق فبيرجع لسلوكه القديم، زي واحد قلبه ضعيف مش لاقي ملجأ فبيرجع لغلطه. الموضوع مش شر، الموضوع عادة مع ضغوط، مع نقص وقود إيماني. وده اللي هنفهمه دلوقتي. هو الذنب بيشتغل إزاي جوه نفسك؟ خليني أشرح لك ببساطة. الذنب بيبدأ برغبة، والرغبة بتتحول لاندفاع، الاندفاع بيتحول لفعل، والفعل بيولد لذة سريعة، بس بعدها على طول ندم. لكن الدماغ بتحفظ اللثة وبتنسى الندم، فتلاقيك بعد يومين نسيت الوجع وافتكرت اللذة، فتعمله تاني ويتكرر. وكل تكرار بيقوي المسار في دماغك، زي بالظبط كأنك ماشي في طريق ترابي، كل ما تمشي فيه يترسم أكتر لحد ما يتحول طريق سريع. هنا الذنب ما بقاش غلطة، ده بقى مسار عصبي اتحول لعادة. وده أصعب في الكسر، بس أكيد مش مستحيل، بس محتاج فهم. طب إزاي بيتحول الذنب لإدمان سلوكي؟ هو الإدمان في حد ذاته مش لازم يكون مخدرات. في إدمان نظرة، إدمان كلمة، إدمان عادة سرية أو غضب، أو حتى إدمان سوشيال ميديا. الإدمان بيبدأ من 3 حاجات. أول حاجة التكرار، لما تكرر دماغك بتربط بين الذنب وبين الراحة. تاني حاجة الهروب، كل ما تتوتر، كل ما تزهق، كل ما تتضايق، عقلك يقولك ارجع للعادة دي بتريح. تالت خطوة الفراغ الروحي، لما قلبك ما يبقاش مليان بيتملي بأي حاجة حتى لو كانت سم. وهنا بقى الإنسان بيبقى مسجون في دايرة مش عارف يخرج منها. بس القرآن قال لنا إزاي نعيد البناء ده من جديد. والجميل إن القرآن بيشرح كل ده سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. شوف كده قصة الراجل اللي قتل 99 نفس. هو ليه رجع؟ مش لأنه وحش، لأنه كان عايش في وسط بيساعده على الذنب، في بيئة بتساعده على الذنب. لما راح للعالم الحقيقي العالم قال له سيب البلد وروح مكان تاني. ليه؟ لأن البيئة دايما بتكون أقوى من النية. القرآن فاهم النفس البشرية كويس جدا. ربنا قال إن الله يحب التوابين، ما قالش يحب اللي ما بيغلطوش، قال يحب اللي بيتوبوا، يعني اللي بيغلط ويرجع ويقوم ويحاول. ده مش ضعف، ده حياة. طب ليه احنا بنرجع رغم التوبة؟ في 6 أسباب هم أساس المشكلة. أول سبب لأن البيئة هي نفسها، نفس الأصحاب، نفس الروتين، نفس المكان. تاني حاجة لأنك ما قطعتش الطريق اللي بيؤدي للذنب ده، لسه الرابط موجود. ولما الرابط يكون موجود الرجوع بيبقى أسهل. تالت سبب لأنك ما غيرتش العادة بعادة. الفراغ دايما بيجذب الذنب، وعدم استبدال الذنب زي بالظبط كأن واحد شال كرسي من مكانه وساب مكانه فاضي، لازم تحط كرسي تاني. رابع سبب لأن النفس بتتعب، والتعب بيخليها ترجع لأول راحة تعرفها. خامس سبب لأن مفيش علاقة يومية مع ربنا، وده أخطر سبب هنشرحه أكيد بعد شوية. سادس سبب لأنك فاكر إن الإرادة تكفي، بس هي مش كفاية. البيئة والعادة والروتين أقوى دايما من
من الإرادة. طيب، هو القلب إزاي بيضعف وإزاي بيمرض؟ القلب مش بينام بصراحة. القلب يا بيتغذى يا بيضعف، يا يقرب من ربنا يا يقرب من الذنب. فالقلب لو ما اتغذاش هيحتاج يدور على لذة، ولما يدور بيروح لأسرع لذة. والشيطان دايما بيوفر الأسرع، لكن ربنا بيوفر الأعمق. ربنا بيجعل في الصلاة راحة، بيجعل في القرآن دفء، بيجعل في الذكر سلام. لكن ده محتاج تتذوق، ومش هتتذوقه من أول يوم، دي رحلة. طيب، عايزين نعمل خطة عملية لمدة 30 يوم للخروج من دائرة الذنب. هنا بقى الكلام المهم. هقولك ازاي تخرج، ازاي تكسر الدايرة، ازاي تبدأ مرحلة جديدة. خطة ال30 يوم. أول حاجة، اقطع الطريق. أي وسيلة توصلك للذنب اقفلها. بلوك، حذف، تغيير مكان، مهما كان أي حاجة. تاني حاجة، اشغل الفراغ. ساعة قرآن يوميا أو حتى 10 دقايق بس، المهم تكون عادة. رقم 3، دور على عادة بديلة. لو الذنب كان بيجيلك في وقت معين، اعمل بداله عادة جديدة. رياضة، مشي، مكالمة مع حد تكون بتحبه، أي حاجة. المهم في بديل. رابع حاجة، قلل العزلة. العزلة الطويلة هي ملعب للشيطان. اختلط بالناس، قابل أصحاب كويسين أو حتى قرايب. رقم 5، اكتب خطة. اكتب هو ايه الذنب اللي بتعمله، ايه السبب اللي انت بترجع له عشانه، وايه الوقت اللي بيحصل فيه، وايه الحل من وجهة نظرك. سادس حاجة ودي مهمة قوي، الزم نفسك بالاستغفار 100 مرة في اليوم حتى. مش كتير، لكنها بتنظف الغبار اللي بيقعد على القلب. سابع حاجة، صلي ركعتين كل 3 أيام بنية الثبات. مش لازم كل يوم، ثبتها على نفسك تدريجيا عشان تتحول لعادة. طيب، في قاعدة بقى مهمة جدا، لو ما فهمتهاش مستحيل تتغير. القاعدة دي بتقول مفيش حد بينتصر على ذنب من يوم وليلة، لكن في حد بينتصر لأنه فضل يحاول. ربنا ما قالش في القرآن الكريم إن الله يحب الذين لا يذنبون. ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين. يعني بيحب اللي بيغلط يتوب ويرجع ويحاول كل مرة لحد ما يثبت. لو انت داخل الحلقة دي وانت بتصارع ذنب، أبشرك، انت مش وحيد. كل بني آدم بيغلط، وكل بني آدم عنده نقطة ضعف. لكن اللي بينجو هو اللي بيفهم نفسه، ما يتجلدش، يشتغل ويدعي ربنا كل يوم: يا رب قوي قلبي وثبتني واصرف عني السوء. والله لو بدأت النهاردة هتعيش لحظة وعي يمكن تغير حياتك كلها. تاني حاجة هكلمك النهاردة فيها عن الابتلاء. هو ازاي ان ممكن ربنا يرسل لنا رسائل تحذير قبل الابتلاء. في لحظات معينة في حياتك بتحس ان في حاجة مش طبيعية، بتحس بضيق من غير سبب، او موقف يهزك، او كلمة من شخص تفضل شغلة بالك، مع انك عارف انها حاجة صغيرة بس قلبك بيقولك ركز. دي علامة. ليه ربنا بيعمل كده؟ وهل فعلا ربنا بيبقى بيبعت لك رسالة قبل ما ينزل اختبار كبير؟ هنتكلم عن مفهوم الإنذار الإلهي قبل الابتلاء. من رحمة ربنا إنه ما بيفاجئش عبده بشيء يكسر قلبه. دايما في مقدمات، دايما في رسائل، دايما في حاجات بتحصل قبل الابتلاء بتقولك ارجع، خليك صاحي، حضر قلبك. القرآن بيحكي لنا قبل كل مصيبة كانت في رسائل واضحة. قوم نوح مثلا، 950 سنة من رسائل الرحمة. قوم عاد وثمود، ربنا قال فأما ثمود فهديناهم. يعني في إشارات، في توجيه. حتى سيدنا يوسف قبل ما يدخل مرحلة السجن ربنا رتب له مقدمات تعلمته الصبر. القرآن كله بيقول نفس الرسالة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب، ازاي الرسائل دي بتظهر في حياتنا؟ فجأة ممكن تلاقي ضيق مفاجئ من غير تفسير، مش ضيق مرضي لكن ضيق كأنه انذار.
ممكن تلاقي فوضى داخلية، كل حاجة ماشية لكن جواك في حاجة غلط. ممكن تلاقي فقدان بركة، رزق قليل، وقت ضايع، تركيز منعدم. ممكن تلاقي موقف يهزك، حادثة بسيطة، كلمة، موقف، لكن بتحس إن في إشارة. ممكن تلاقي الأبواب بتنسد قدامك، تجرب تعمل كل حاجة بس تلاقي كل البيبان مقفولة. ممكن يكون حلم يوقظك، آية تلمسك، درس تسمعه بالصدفة. طيب إزاي نفرق بين الرسالة والصدفة؟ الرسالة دايما بتكرر نفسها، الرسالة ممكن تغير حال قلبك، الرسالة بتتفق مع ما يؤمر به الشرع، الرسالة دايما بتجعلك تراجع نفسك. ناس كتير بتحكي إن هي كانت بتتضايق قبل المصيبة بيومين وما كانتش فاهمة فيه إيه. واحد كان بيقول إنه سمع كلمة في درس، حس إن هي موجهة له هو، إن كان في باب مقفول ولما بص وراه اكتشف إن ربنا كان بيحميه. طيب هي الرسائل دي بتبقى عايزة مننا إيه؟ في الحقيقة إن الرسائل دي مش عشان تخوفك، ده عشان تحفظك، عشان ما تتفاجئش، عشان ما يقعش قلبك فجأة، عشان تلحق تراجع نفسك، تصلح خطأ، تتوب وترجع. طيب تعمل إيه لما تحس بالرسالة؟ ارجع لربنا فورا، اسأل قلبك وقول هل أنا ماشي كويس؟ عيد تنظيم حياتك، استغفر كتير جدا 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 وخفف ذنوبك، افتح باب طاعة واحدة جديدة. ربنا رحيم ورحمته بتظهر قبل الابتلاء مش الابتلاء نفسه. اسمع الرسائل، افهم الإشارات، وصدقني كل مرة ربنا بينبهك هي لحظة حب مش لحظة عقاب. فلو حسيت إن في رسالة في حياتك اقف والتقطها، يمكن دي تكون أهم لحظة وعي بالنسبة لك. تالت حاجة هكلمك فيها هو خطر الذنوب الصغيرة. موضوع ممكن يكون مش مهم بالنسبة لناس كتير، بس هو ممكن يغير شكل علاقتك بربنا بالكامل لو فهمته صح. موضوع ناس كتير ممكن تستهون بيه ويعدي عليهم يوم بعد يوم لحد ما يصحوا يلاقوا قلبهم اتغير ونور الطاعة قل وحلاوة الإيمان اختفت. هو خطر الذنوب الصغيرة وإزاي ممكن يسرق قلبك من غير ما تحس. طيب هل في حاجة اسمها ذنب صغير؟ كتير من الناس لما بيسمع كلمة ذنب الصغير أو معصية بسيطة بيقول يا عم دي حاجة بسيطة، ربنا غفور رحيم، مش هتقف عندي. لكن الحقيقة إن مفيش حد فينا بيروح للكبائر مرة واحدة. الطريق دايما بيبدأ من حاجة صغيرة، خطوة بسيطة، غلطة بيسموها هينة لكنها مش هينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. الجملة دي لو فهمناها حياتنا هتتغير. النبي ما قالش الكبائر تهلك، قال الصغائر، لأنها بتتجمع تتراكم وتكون جبال من الغفلة. طيب هو ليه الذنب الصغير بيبقى خطير؟ في 4 أسباب أساسية. لأنك بتكرره، غالبا الذنب الصغير بيتعمل كتير كتير جدا، ومع التكرار قلبك بيعتاد والنور بيقل. السبب التاني لأنه بيفتح الباب لغيره. ذنب صغير بيؤدي لذنب أكبر ثم أكبر، زي نقطة مية بتقع على صخرة في الأول مش فارقة، لكن مع الوقت بتعمل حفرة. رقم 3 لأنه بيكسر هيبة ربنا في قلبك، لأنك لما تستسهل الذنب كأنك بتقول لنفسك عادي، ومجرد كلمة عادي هي دي الخطر. السبب الرابع لأنه بيظلم القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كل ذنب بيعمل نقطة سودة على القلب. مع الوقت القلب بيبقى أسود، ما يعرفش الخير ولا يعرف يفرق بين الصح من الغلط. المحور الثالث، لما نيجي نخش بعمق في حياتنا هتلاقي إن ممكن نظرة بسيطة تكررها 10 مرات 100 مرة، بعد فترة القلب مبقاش نضيف. كلمة غيبة، ضحك على حد، موضوع صغير لكن تكراره بيخليك تستمر. تأجيل الصلاة مرة 2 5 وبعدين تبص تلاقي قلبك ما عادش بيتأثر. فيديو مش قوي ثم فيديو أسوأ، وهكذا.
هي دي الطريقة اللي الشيطان بيشتغل بيها. مش هيجي يقولك من أول مرة اعمل كبيرة، لأ، هيبدأ بذنب صغير صغير جدا، ولما تتعود يرفع المستوى. طيب، ازاي نرجع؟ هو الموضوع مش يأس، بالعكس، الموضوع وعي، لحظة وعي، زي اسم قناتنا بالظبط. علاج الذنوب الصغيرة بتكون في 4 خطوات. أول حاجة لازم تدرك وتعرف خطورتها، هي مش صغيرة، هي باب كبير. تاني حاجة اقفل الباب من أوله، أرجوك ما تستسهلش أول خطوة. لو أول خطوة وقفت الباقي مش هيجي. تالت حاجة الإكثار من الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم وما تأخر كان بيستغفر 100 مرة يوميا، مش لأن عنده ذنوب، لكن لأنه بيعلمنا الطريق. رقم 4، اعمل عمل صالح يعوض، ركعتين، صدقة، ذكر، أي عمل ينور قلبك ويغسل أثر الذنب. اسمعني كويس، أخطر مرحلة يوصل ليها الإنسان مش إنه يعمل ذنب، لأ، أخطر مرحلة هي لما يعمل الذنب وما يحسش إنه ذنب، لما قلبك ما يتحركش، لما ما تفتكرش تتوب. هنا لازم تطفي زرار العادي فورا. قول لنفسك أنا عبد ضعيف، بس هقوم وهصلح، ومش هسيب الشيطان يضحك عليا بحاجة اسمها ذنب صغير. لو كل واحد فينا بدأ من النهاردة ياخد باله من الصغائر ويحط قاعدة في حياته، مفيش ذنب صغير مع الإصرار، ومفيش ذنب كبير مع التوبة، هتلاقي قلبك اتغير وحياتك اتغيرت، والقرب من ربنا بقى أجمل بكتير. طيب، رابع موضوع هتكلم معاك فيه هو مرتبط بكل المواضيع اللي فاتت. طيب، سؤال بنخاف نقوله بصوت عالي لكن بنعيشه كل يوم، هو ليه إيماني ساعات بيكون قوي جدا وساعات بحس إنه ضعيف؟ ليه في أيام أحس إنه قريب من ربنا، مركز جدا، ويوم تاني أحس إني واقع بعمل ذنوب ومش قادر أقوم؟ النهاردة هنتكلم عن سر تقلبات الإيمان، ليه بتحصل وهل ده طبيعي، وإزاي نتعامل مع التقلب ده من غير ما نحبط، وإزاي نرجع من غير ما نرجع لنفس الأخطاء. أول حاجة لازم نفهم طبيعة القلب. القلب اسمه قلب ليه؟ لأنه يتقلب، دي فطرة ربنا خلقنا بيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. متخيل النبي هو اللي بيقول كده، اللي هو أثبت خلق الله، كان بيدعي الدعاء ده باستمرار. وده معناه إن التقلب مش علامة ضعف إيمان، هي التقلب علامة إنك إنسان. طيب، ليه الإيمان بيزيد وينقص؟ هو الإيمان مش زرار، مش ثابت، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وده يخليك تفهم ليه لما تصلي بخشوع تحس بإيمان عالي جدا، ولما تبعد تحس بثقل وكسل. لما تعمل ذنوب هتحس بضلمة، ولما تعمل خير هتحس بنور. التقلب ده مش مشكلة فيك، المشكلة لما تتجاهله. طيب، الابتلاء بقى ودوره في تجديد الإيمان. دلوقتي هندخل في نقطة مهمة جدا، هو ليه أصلا ربنا بيبتلينا؟ وليه ساعات بعد ما نتوب بنرجع نضعف تاني؟ هو الابتلاء دايما مش بيكون عقوبة، الابتلاء ساعات بيكون تنظيف، ربنا بينظف قلبك من ذنوب انت مش واخد بالك منها. تقوية زي الحديد مثلا، ما بيبقاش قوي إلا بالنار. ممكن تكون تنبيه، ربنا بيقولك ارجع في حاجات محتاجة تتصلح. ممكن يكون اختبار صدق التوبة، مش كل رجوع لذنب قديم معناه فشل، ممكن يكون لسه عندك باب مفتوح محتاج تقفله. طب احنا ليه بنرجع لنفس الذنب؟ ليه بعد ما بطل ذنب معين الاقي نفسي رجعت له تاني؟ لان الذنب القديم ليه ذكريات ومفاتيح في اماكن، اشخاص، عادات بتحرك الباب من تاني. السبب التاني لانك تبت من الفعل مش من السبب، زي مثلا واحد ترك مشاهدة الحرام لكنه ما سدش الابواب اللي بتوصل له، فالنتيجة انه بيرجع. السبب التالت لان الشيطان ما بييأسش، هو فاهم نقط ضعفك جدا وبيدخل منها. السبب الرابع لأن الإيمان بطبعه يتقلب، مش كل يوم قوة ومش كل يوم ضعيف. خامس سبب لأن التوبة محتاجة استمرارية مش مرة واحدة. طب إزاي نثبت نفسنا؟ التقلب مش مشكلة، المشكلة إنك تسيب نفسك للتقلب.
هقول لك 7 خطوات تثبت بيها قلبك قدر المستطاع. أول حاجة، ثبت وقت للقرآن يوميا حتى لو صفحة، بس القرآن هو شاحن القلب. تاني حاجة، صلي السنن الرواتب مش عشان هي سنة، عشان هي حماية. تالت حاجة، ابعد عن الأماكن والأشخاص اللي بيوقعوك، التغيير مش هيحصل وانت في نفس البيئة القديمة. رابع حاجة، اعمل أعمال صغيرة ولكنها مستمرة. النبي قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. خامس حاجة، الذكر، خصوصا أستغفر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده. الذكر دي بتبقى زي صيانة يومية للقلب. سادس حاجة، اعترف لنفسك إنك ضعيف. الاعتراف في حد ذاته مش ضعف، ده بداية القوة. سابع حاجة، ادعي ربنا كتير. يا مقلب القلوب يا مثبت القلوب يا هادي يا لطيف. الدعاء ده بيغير واقعك مش بس مشاعرك. اسمعني كويس، لو إيمانك بيزيد وينقص فده طبيعي. لو بتقع وتقوم فأنت كده إنسان. لو رجعت للذنب مش معناه إنك وحش، المعنى الحقيقي هو: اوعى تيأس، واوعى تسيب نفسك، واوعى توقف توبة. التوبة مش خطوة واحدة، دي رحلة طويلة جدا. كل يوم فيها خطوة، كل يوم فيها صراع، لكن كل مرة تقوم انت بتقرب أكتر وأكتر. إن الله يحب التوابين، مش التائبين مرة واحدة، لأ، التوابين اللي الكل بيقوم ويجاهد ويفضل ماشي.